انا قررت امسح شات جي بي تي واستخدم ديب سيك. لو عايز تعرف كل التفاصيل عن ديب سيك وليه هو يعتبر طفرة، كمل معايا الفيديو للاخر. من فترة مش بعيدة كانت الصين متخلفة عن أمريكا في سباق الذكاء الاصطناعي، وده بسبب العقوبات اللي كانت أمريكا بتفرضها على الصين. بس في 20 يناير اللي فات قدرت الصين إنها تعلن عن ديب سيك R1، وده يعتبر أحدث حاجة قدرت إنها الصين توصل لها في الذكاء الاصطناعي. من أول ما ترامب مسك أعلن عن استثمار كبير في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بس في الحقيقة أنت ممكن ما تكونش أصلا سمعت عن الموضوع ده، وده بسبب اللي عملته شركة ديب سيك، وضربت بيه كل التوقعات، لان النموذج ده من الاي اي هو فعلا نموذج جبار وقريب جدا 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 من احسن نموذج عملته اوبن اي اي. كمان دلوقتي لما تيجي تسال الناس عشان تقارن بين الريسبونس بين شات جي بي تي وديب سيك، هتلاقي الناس بتدي الافضليه لديب سيك. طب ممكن حد يجي يقول لك دلوقتي ان اللي عملته شركه ديب سيك كان اصلا موجود في اوبن اي اي او شات جي بي تي، هم يعني ما ابتكروش. بس في الحقيقه الموضوع مش كده. شركه ديب سيك ابتكرت اساليب جديده بحيث انها تخلي الموضوع ده تكلفته يعتبر قيمه لا تذكر بالنسبه لكميه الفلوس الهائله اللي اتصرفت على اوبن اي اي او شات جي بي تي ايا كان، وده ادى لانه انتشر في كل انحاء العالم بشكل مجاني ملوش ليميت على الباقات بتاعته. لو انت جيت تقارن مثلا من شات جي بي تي اخر فيرجن نزل منه، هتلاقيه بيديلك مثلا ليميت صور معين او ليميت حاجات معينه ان هو يرد عليك بشات جي بي تي 4 مثلا. بس لما تيجي تستخدم ديب سيك هتلاقي ان هو unlimited، مفيش باقات معينه، مفيش حاجه معينه بتحكمك، هو فعلا توتالي فري. ولو جيت برضو تقارن بالنسبه لاستخدام الشركات، كان الشركات اللي بتستخدم اوبن اي اي بتدفع لكل مليون انبوت $15 و$60 لكل مليون اوتبوت. على النظير التاني شركة ديب سيك R1 تكلفة المليون انبوت كان 55 سنت بس، وتكلفة الاوتبوت $2.19 بس للاوتبوت. فانت متخيل الفرق الرهيب بين سعر ده وده. ولو جيت تكلمنا على الكفاءة او السرعة في الاداء، فديب سيك كانت مراعية حاجة زي كده. فانت هنا بقارن فرق سعر كبير بالنسبة لان هو بيديك كفاءة عالية وسرعة عالية، فده ادى ان هو ضرب الشركات المنافسة. وخصوصا لازم تاخد في الاعتبار ان شركة ديب سيك هي اوبن سورس، وده بيخلي مثلا الشركات انها تنزل النموذج ده عندها لوكالي، وانها تقدر تشتغل براحتها تضيف عليها اي فيتشر هي عايزاه، وده كان فعلا حاجة لصالح ديب سيك. ولو انت مش عارف يعني ايه اصلا اوبن سورس، فلغة بايثون اللي هي يعتبر دلوقتي داخلة في كل حاجة ومكتسحة الدنيا، فهي لغة اوبن سورس، ودي كانت من احسن الحاجات اللي مميزاها واللي خلتها فعلا دلوقتي تخش في كل حاجه. ومش بس كده، لو انت جيت تبص وتقارن بين تكلفه التريننج اللي ديب سيك عملته، كانت تكلفته بس $6 مليون. على النظير التاني شركه ميتا واوبن اي اي التريننج بتاعهم واخد ازيد من $150 مليون. فلو جيت تبص على اسهم الشركات التانية زي ميتا واوبن اي اي هتلاقيها بتخسر، وده نتيجه لفروقات الارقام الكبيره اللي انا عمال اقولها لك. يعني لما اقول لك ان ديب سيك بتستهلك في التريننج بس $6 مليون، على النظير التاني الشركتين التانيين بيستهلكوا اكتر من $150 مليون. يعني الشركه الواحده تاخد لها مثلا في حدود 80-70 مليون دولار. فانت لو انت مستثمر وجاي تستثمر في الشركه، عندك ديب سيك بتديك تكلفه اقل مع سرعه وجوده احسن، او في نفس الرينج بس يعني يعتبر تكلفه اقل. فانت على طول من غير تفكير هتروح تستثمر في اللي بتديك تكلفة أقل. طيب نيجي للنقطة المهمة بقى، إزاي الصين أصلا قدرت إنها تعمل حاجة كده؟ وأنا لسه قايل لك في أول فيديو إن أمريكا كانت أصلا عاملة عليها عقوبات. لو جيت تبص على مجال ال AI هتلاقي أساسه 3 حاجات: الداتا والالجوريزمز والكمبيوتنج. بالنسبة للداتا مفيش أكتر منها وحرفيا تقدر تجيبها من أي حتة. بالنسبة للالجوريزمز هو يعتبر علم وأنت برضو تقدر إن أنت تتعلمه، هو مش بالساهل بس هو موجود وتقدر ان انت تتعلمه. نيجي بقى للمشكلة الأساسية، وهي الحاجات اللي أمريكا بتحتكرها، وهي الشرايح اللي بيعتمد عليها أصلا تشغيل كل الحاجات دي. ومن أكبر الأسامي اللي محتكرة حاجة زي كده هي شركة نتفيديا و AMD. لو أنت جيمر أو غالبا يعني أنت ليك في كروت الشاشة والكلام ده، غالبا هتكون عارفه. ودي فعلا كانت مشكلة الصين، لأن أمريكا كانت منعت التصدير عنهم. طيب حلوا المشكلة دي إزاي؟ أول حاجة طبعا عن طريق العلماء اللي الصين تملكهم، ودي حاجة أصلا يعني غنية عن التعريف، ودي نقطة تحسب للصين. كمان الدولة لما عرفت أهمية الموضوع ده بدأوا إن هم يشجعوا الشركات اللي شغالة في القطاع ده. من قبل الحظر وإن أمريكا تعمل عقوبات على الصين، كانت كل حركة التجارة شغالة عادي.
من اول ما الشركات عرفت ان في حظر هيتعمل او في عقوبات هتنزل، وخصوصا شركة ديب سيك، بدأوا ان هم يخزنوا الشرايح اللي هيحتاجوها لمشروع كبير زي ده. غير طبعا التجارات اللي تحت السلم زي التهريب وغيره، والحاجات دي موجودة في الدنيا كلها. وانا عايز افكرك ان الصين يعتبر ناسخ الطيارة من امريكا، فانا مش عايزك تستبعد عنها انها تعمل اي حاجة. بقول لك كده لانه برغم ان الشرايح اللي الصين كانت مخزناها يعتبر قديمة، بس قدروا ان هم يوظفوها صح عن طريق تركيبات معينة او الجوريزمز معينة. قدروا ان هم فعلا يشغلوها صح، وقدروا ان هم يطلعوا ببرودكت زي كده. في اخر الفيديو حابب اقول لك، لو انت لسه لحد دلوقتي خايف ان الذكاء الاصطناعي يستبدلك، فما تزعلش نفسك. ادي الذكاء الاصطناعي بيستبدل ذكاء اصطناعي تاني. سلام.